وليه تعملي الكيكة العادية لما ممكن تعملي كيكة بطعم واحلى من الجاتو؟ تعالى اقولك ازاي عملنا من غير كريمة خالص. هتعمليها معايا بيضاية، كيس من الفانيليا، نص كوباية من الحليب، نص كوباية من الزيت، كوباية من السكر، ضربتهم مع بعض كويس جدا. نزلت كده بكوباية ونص من الدقيق، عليهم نص كوباية من الكاكاو، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. نخلتهم مع بعض كويس جدا. نزلت بقى بالخليط اللي ضربناه مع بعض في قلب الخلاط بالشكل دوت كده. هضربه مع بعض كده واقلبهم وادخلهم الفرن على درجة حرارة 180. معايا ربع كوباية من السكر، ربع كوباية من المية، عليها معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان. الكيكة كانت خلاص طلعت معايا. هقشر الوش بتاعها، وطبعا دوت اختياري، مش حابة تشيليه خلاص بلاش خليه. بعد كده هسقي الكيكه بقى بالسكر والميه اللي احنا عملناها. معايا 3 كوبايات من الحليب، عليهم كوبايه من السكر، وعليهم كمان كوبايه من الدقيق، ونص كوبايه من النشا اللي هو بمعدل 4 معالق نشا. هرفع الكلام ده كله على النار، واول ما يبدا اللي هو يتقل معايا هنزل بتلات ارباعه على الكيكه بالشكل دوت كده. الربع الاخير هحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو واقلبهم مع بعض. لو حاسه اللي هو تقيل معاكي شويه ممكن تخففيه بثلاث معالق كده من اللبن. وبعد ما تقله هحطه في كيس واعمل بيه خطوط بالشكل دوت. هحط بقى فوق الوش شويه من الكاكاو دوت اختياري. وكلي بقى ودوقي احلى كيكه طعمها روعه، لازم تجربيها.